كان يوم عادي جدا لحد ما اكتشفت سر ممكن يغير حياة كل المدخنين يلي راح يشوفوا الفيديو. التدخين مو إدمان مثل ما العالم بتفكر. التدخين عادة، والعادة بدها 3 أشياء لحتى تتثبت بالمرء. 1 بدها محفز للبداية، 2 جائزة بنهايتها، 3 استمرار لفترة معينة من الزمن. يعني أنت شخص بيعرف إنه بعد كل وجبة أكل لازم سيجارة، وخصوصي إذا كان الأكل لحمة مثلا، لأنه مثل ما بتعرفوا السيجارة بعد الزفر مثل المرسيدس على طريق السفر. والمحفز هون هو وجبة الأكل. بعد ما تدخن هالسيجارة بتحس النيكوتين عم يمشي مشي بجسمك وبعقلك وبمخك وبراسك، وهذا الشعور هو الجائزة اللي حصلت عليها أنت. بعد فترة من الزمان هي الحالة رح تتثبت عندك عادة، هي إنه بعد كل وجبة أكل في سيجارة. لو بتفهم هالشي منيح فيك تكسر العادة إذا غيرت المحفز أو شلت الجائزة أو كسرت الاستمرارية. يعني مثلا نحن عنا بعد كل وجبة أكل في فترة راحة ناخدها. فترة الراحة هي المحفز لحتى تدخن هالسيجارة. جرب بعد ما تاكل تقطع فترة الراحة وتشتغل لك شي شغلة لحتى تنسى السيجارة. جرب بعد كل وجبة تشرب أو تاخد شي مفيد أنت بتحبه كمكافأة إلك غير النيكوتين. تشرب كاسة عصير طبيعي مثلا. وإذا كان صعب عليك كتير إنك تقطعه بشكل نهائي فجأة، جرب لما بدك تدخن سيجارة قصها بالنص، ولما تدخن هذا النص اشرب ورا كاسة مي. وبتمنى أي حدا عم يحاول يوقف يعرف إنه الموضوع مو مستحيل أبدا، هي عادة مو إدمان، وأنت أقوى منها أكيد. الله يبعد هالوباء عن الجميع ويعطي كل حدا الإرادة اللي يقدر ينتصر على نفسه حتى مو بس على السيجارة. سلام.